عنده لوتوريزاسيون يكزيرسي لو ميتي في تركيا؟ لا اعتقد. علاش؟ نقول لك علاش. والا كنت اجريت عمليه في عيادته. انا انا العياده اللي جريت فيها العمليه ماشي عياده الطبيب المصري، ماشي عيادته. او كاينين الناس غادي يقول لك راه كاينين اطباء كيمشيو يديروا عمليات في مستشفيات ما اخرى. كنديروش العمليه في العياده، كدار في دي كلينيك. برافو لك ياك. انا جريت العمليه في مستشفى في اطباء اتراك، مستشفى تركي ماشي مستشفى وقلتي مكتوب كاين عليه. حتى شي سوري ايضا. هادوك ديال السنان. نعم. السوريين هادوك ديال السنان، هادوك ديال السنان هادوك هما اللي وقع للمغربيه اللي في فرنسا مشكل معاهم، وملي مشات دارت ديكلاراسيون في تركيا قالوا ليها في القضاء التركي ان هذا السوري اصلا كيفاش دخل عندنا للبلاد، راه ما عارفينوش كيفاش تدخل. هاد الطبيب باش كنعرفوا حنا طبيب التخصص ديالاش بالله ثاني مكتوبه الشهاده ديالو بالشواهد اللي معلقه. انا نهار مشيت عند طبيب مكسيكي ندير كونترول راه معلق ما يزيد على 22 شهاده. هادشي صورته. نعم. كانوا شواهد. نعم. كانوا شواهد مكتوب انه تخصص كذا، تخصص باطني، تخصص جراحه، تخصص الريجيم وما الى ذلك. ما كاينش شواهد، ما كاينش مثلا مصحه الدكتور فلان، لا نعم. ما كاينش هادشي. نعم. والجزائري شنو دوره؟ الجزائري ما نقدرش نقول لك شنو دوره لاني انا ما شفتوش، انا ما تلاقيتش به، ولكن الناس كلشي كيشوفوه في السوشيال ميديا، كيشوفوه دائما برفقه نوفل. وصوفيا طالوني الجزائريين عنده خط احمر. لا ماشي عنده غير خط احمر. الا دخلتي الكلينيك كتلقاي الدرابو ديال المغرب، الدرابو ديال الجزائر، الدرابو ديال جميع الدول، وهو تيطلع يصرح بهادشي بفمو. تيقول لك انا الجزائريين ما تيبغيش حتى شي حد يهضر عليهم. كيقول لك انا كيجيو عندي ناس من الجزائر، هو كما قلتي خط احمر. الجزائريين عند نوفل خط احمر، ما تقربيش للجزائريين. وحنا معروف الصراعات اللي بيننا وبينهم. راه حنا في الاول وفي الاخر مغاربه. دائما داك الشخص كيكون معاه دائما في السوشيال ميديا. ما تلاقيتيش انت ملي مشيتي؟ لا انا ما شفتوش، ما تلاقيت. انا تلاقيت بالمغاربه اللي خدامين معاه. البنت اللي كتكون هي مرافقه اللي كتكون معاك طيله الايام اللي كتنزلي فيها في المستشفى. عفوا. وتلاقيت صافي هادو المغاربه اللي كاينين، والسوريات اللي خدامين عنده في المحل. نعم. اللي غيجري لي الزراعه سوري، واللي دارت لي السنان سوريه. واخا بالنسبه لهاد الاموال الطائله اللي عند صوفيا طالوني واللي كطرح عده علامات استفهام. اكيد غطرح عده علامات استفهام عديده. هاد صوفيا طالوني اللي كل واحد شنو كيقول؟ كاين اللي كيقول تبييض الاموال، كاين اللي كيقول تجاره في المخدرات، كاين اللي كيقول تجاره في البشر. ما معروفش المصدر منين. كما قلتي كتبقى العلامات استفهام مطروحه.